ركزي يا ست البيت وما تعمليش زيي وتعيبي، لان انا في يوم من الايام كنت قاعده وفيديو زي كده عدى عليا، وقعدت بقى ايه، اسمها ايه الكلمه، اسمها ايه، اعيب. ايه ده يا ستي؟ لا ده مش هنا، ده ما بيتحطش هنا، لا حطوه هنا، تحفه تحفه بجد. لقيت واحده بتتبل البانيه بكيس الفيجيتار ذات نفسه، وانا طبعا واخده ان لا يا ستي، الكيس الفيجيتار ده بيبقى من بره، احنا بنحطه كده في طبق والبانيه من بره كده، واقلي يا ست. فاللي هو لا، لا هو كده. فبصراحة جربتها بالصدفة خالص، اللي هو ما كانش عندي دقيق، بما ان انا ليا وصفة على القناة بحب احط مع البانيه، تتبيلة البانيه دقيق، تبقى تحفة بصراحة. بس دي للأمانة أحلى وأحلى وأحلى. هتحطي بيضة، توم بودرة، بصل بودرة، مش عندك كيس الفيجيتار كفاية. طبعا هنظبط ملحنا ونراعي ان الفيجيتار او الكيس الفيجيتار اللي انت جايباه فيه ملح. وهنحط كمان فلفل اسود علشان البيضه. النوع ده من الفيجيتار رهيب، وكلمتكم عنه في قبل كده في الفيديو. شويه لبن، ما عندكيش لبن حطي شويه ميه عادي لحد لما تاخدي السمك ده. السمك ده بيبقى تحفه، بيمسك كده على البنيهايه كده من بره، على الفراخ كده من بره، وبيبقى تحفه. انا عايزه اجرب التتبيله دي او الكيس ده في الناجتس. انا مش عارفه، انا حاسه ان هو هيودي الناجتس في حته تانية. بس ان شاء الله هعملها على القناه، بس لما اروح بقى بعد العيد بقى ان شاء الله ادعوا لي كده. هتفضلي بقى تقلبي كده لحد لما كل حاجه طبعا تاخد كده وتدي مع بعض، وهتسيبيها شويه. هتحطيها بقى في التلاجة، وتقدري انك تقلي منها عادي، بس يعني تسيبيها افضل لك يعني. خلاص كده قلبناها وشفلطناها وحفلطناها، والريحه تحفه تحفه بجد من قبل ما تتقلب. هنا بقى كنت قليت شويه بجد، الطعم اكنك جايبه البانيه ده من اللي هي البانيه المجمد، وانت قليتيه، الطعم كده حرفيا حرفيا. فجربيها، مش هتندمي مش هتندمي، وما تعيبيش زي ما انا عيبت كده، اللي هو لا، اللي هو لا. فالحمد لله. بجد انا مبسوطه ان انا عرفت وصفه زي كده، وكمان تسلم ايد اللي عملتها قبلي. هشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جاي.